فيلمنا النهاردة بيبدأ بشاب بائس وحيد وحزين قاعد يفتكر كل ذكرياته الهباب عشان يعيط بضمير، وبيفضل يسف في مجموعة مختلفة من البرشام، وبيكون شكله كده ناوي يخلص على نفسه. بس التليفون بيقطع عليه الخلوة الحزينة دي لأن صاحب المكان عايز إيجار الأوضة، فبيقفل جون السكة في وشه وبيروح يكمل رحلته مع البرشام عشان يموت في هدوء. بس صاحب الفندق بيجي ينقذه وبيقوله موت في أي مكان تاني بعيد عن هنا، ما تجيبلناش مصيبة. فبيخرج من هناك على الشارع وبينط في النهر، بس برضه بيتم إنقاذه وبيفشل في الموت للمرة التانية. ولما بيفوق بيلاقي نفسه محبوس في المستشفى، وفي واحد بيكون قاعد جنبه وبيشرب سجاير وينفخ في وش العيانين. فبيقوله هو ايه ده، هو مش التدخين ممنوع في المستشفى ولا أنا دخلت النار يعني ولا ايه؟ وفجأة بيلاقي الممرضة جاية تاخد السيجارة من ايده هو وبتقوله ان التدخين ممنوع. فبيستغرب هي السيجارة جت في ايده ازاي وما بيبقاش فاهم حاجة خالص. والمشكلة انه كل ما يروح مكان بيلاقي ابو بدلة زرقاء ده جاي معاه، فبيسأل التمريض هو الراجل ده دوره ايه في حياتي بالظبط. وطبعا السؤال ده بيحوله على الطبيب النفسي لان مفيش حد اصلا وهو بيكلم الهوا. وبيقعد الدكتور يتكلم معاه في هدوء وبيسأله عن دوافع الموت اللي عنده دي جابها منين، واذا كان الصديق اللي معاه ده هو اللي بيحرضه يعمل كده. فبيقوله لا خالص، ده انا عايز اموت لوحدي، والراجل ده انا ما شفتوش غير لما دخلت هنا. وفجأة في وسط الكلام بيسمع صوت واحدة عمالة تعيط، فبيقوم يمشي ورا مصدر الصوت لحد ما بيلاقيها قاعدة في دولاب الدكتور. وساعتها بيفضل يتخانق معاه وبيقوله انت مش مكسوف من نفسك بدل ما تعالج الناس بتحبسهم في الدولاب يا ظالم. فبيقوم عشان يثبت له ان المكان ده فاضي تماما وهو بيتخيل. بس جون بيفضل يزعق اكتر وبيقوله شيل ايدك من عليها، وبيفضل يزعق لها عشان تخرج من هناك بسرعة. فبيجي التمريض ياخدوه على اوضته وبيدوله مهدئ عشان ينام شوية، ولما بيصحى بالليل بيبقى عايز يدخل الحمام، فبيطلع يجري على بره بسرعة. وساعتها بيشوف واحد مقرفص فوق كاونتر الاستقبال وعمال يوقع الورق من الممرضة، فبيرجع جري على اوضته وبيقفل الباب بسرعة. بس بيتفاجئ ان هما التلاتة متشعلقين قصاده في السقف وبيقولوا له بصراحة كده احنا اشباح وهنشاركك في جسمك ده طالما انت مش عايزه. فبيفقد الوعي من الصدمة وبيقع على الارض ومش بيفوق غير تاني يوم لما الدكتور بيعدي عليه وبيلاقيه متسطح كده على الارض، فبيقوله انه المفروض ينام على السرير عشان ظهره ما يتعبوش. فبيقوم من على الارض وهو مستغرب اصلا ايه اللي نيمه هنا كده. وفجأة بيلاقي طفل شبر ونص كده ظهر من العدم وعمال يتنطط قدامه على السرير، فبيعرف ان الاشباح زادوا واحد وبقوا 4 في عين العدو. وبعدها بيخرج من المستشفى لانه بقى كويس خلاص، وبيروح يركب الاتوبيس عشان يرجع بيته، وطبعا ال4 بيركبوا معاه. فبيسأل ابو بدلة هو انتوا هتفضلوا في ديري على طول كده ولا ايه؟ بس هو ما بيردش عليه. وبالصدفة بيشوف اعلان لكاهن جامد جدا بيكشف الاسرار بالرز، فبيقرر انه يروح له. وهناك بيقعد الراجل يبعتر في الرز، وفي الاخر بيقول له انه شايف الاشباح دي لانه قرب من الموت جدا، وانهم هيفضلوا لازقين فيه بغيره كده، وانه حتى لو حب يموت نفسه مش هيعرف غير اما هم يوافقوا. فبيخرج من هناك وهو متنكد اكتر وبيفضل واقف على الرصيف وهم متشعبطين على ظهره. ويا ضنايا بيعدي الناحيه التانيه من الشارع بالعافيه، ولما بيوصل بيته اخيرا بيلاقي الجيران مستنياه عشان يتخانقوا معاه بسبب الزباله. بس هو بيكون شايل جبل على ظهره يا عيني وما فيهوش حال يتخانق مع اي حد، وبيسيبهم يهروا مع نفسهم وبيدخل على بيته وهو عمال يفكر ان اخيرا حد جه يزوره حتى لو كانوا اشباح. وبيقعد طول اليوم يحقق لكل شبح طموحه، اللي بيشرب كحول يشرب معاه، واللي بيشرب سجاير يشرب معاه، وحتى اللي بيعيط معاه. وبالليل بيبقى قاعد على النت كده في روقان وبيدور على طريقة جديدة يموت نفسه بيها، بس بيلاقيهم واقفين فوق دماغه وبيبرقوله في الضلمة كده لحد ما بيشيل الفكرة دي من دماغه وبيقوم ينام. وتاني يوم بيصحى على صوت التلفزيون وبيلاقيهم قاعدين يتفرجوا على فيلم أشباح، فبيتضايق جدا من الإزعاج ده وبيروح يزعق لهم عشان يمشوا ويسيبوه في حاله. بس طبعا بيكون كل ده كلام فاضي وهم مش هيمشوا ويسيبوه بالسهولة دي. فبيروح على عراف الرز بتاع المرة اللي فاتت وبيسأله يتخلص منهم ازاي لانه عايز ينتحر وهم معطلينه. فبيقول له لا للاسف انت ما تقدرش تتخلص منهم، لازم هم اللي يمشوا بمزاجهم، فروح زي الشاطر كده وشوفهم عايزين ايه بالظبط عشان خاطر يرضوا يسيبوك واعملوا. فبيرجع على البيت يحكي لهم قصة حياته البائسة، يمكن يصعب عليهم ولا حاجة، بس ما بيكونش حد فيهم مهتم اصلا وكل همهم يتفرجوا على التلفزيون. فبيقعد كده يستعطفهم شوية وبيقول لهم انا ممكن اساعدكم في اي حاجة واعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه عشان تسيبوني في حالي. فبيتكلم ابو قميص احمر وبيقول له انا عايز كاميرا ديجيتال. وبعد ما بيلفوا يوم كامل على المحلات بيقول له في الاخر انها مش معروضة في محل وانه لازم يروح يجيبها من صاحبها.
فبيتخانق معاه لأنه ما قالوش كده من الأول وشكله كده عايز يدوخه وخلاص. فبيقول له لا، ما انت ما سألتنيش عشان أقولك، وعموما خلاص ما تروحش ولا تجيبها وخليني بقى لازق في قفاك العمر كله. فبيضطر يروح على تشين تشان زي ما قاله وبيدور على الحاج ليه ده لحد ما بيلاقوه. بس هياخدوا منه الكاميرا ازاي؟ بيروح أول مرة يعمل نفسه ظابط وبيقول له هات الكاميرا بتاعتي اللي معاك، بس هو مش بيعبره وبيعدي من جنبه كأنه شوية هوا. فبيفكر في طريقة تانية وبيفضل ماشي وراه بالليل لحد ما بيلاقيه واقف في مكان مقطوع. فبيروح يقدم له وجبة فراخ هدية وبيقول له هات الكاميرا بقى، ومهما ليه شاور له عشان يمشي دلوقتي مش بيفهم لحد ما بيبوظ لهم الخطة كلها والمجرم بيهرب. فبيتشد جون من ودانه على القسم وبيفضل قاعد في الحجز هناك، والشبح بيخليه يعمل تصرفات غريبة لحد ما بيفتكروه مجنون وبيخرجوه. وبعد شوية بيروح المستشفى لواحد اسمه يان سو، والشبح النسوانجي ده كل ما يشوف واحدة معدية بيخلي جون يعكسها بالنيابة عنه، ومنظره بيبقى وحش جدا قدام الكل. والمهم هنا ان الحاج يان سو ده هو اللي معاه الكاميرا، وما بيصدق جون يرجع البيت عشان يرتاح شوية وينام، بس بيلاقيهم كلهم قاعدين على دماغه في الأوضة ومحدش سايبه في حاله. وبياخد الواد الصغير عشان يحقق له الأمنية بتاعته على أساس إنها هتبقى سهلة يعني وكده. فبيروحوا يشوفوا فيلم كرتون في الأول، وبعد كده بيروح يشتري له لعبة، بس المشكلة إن الواد بيخليه يتصرف تصرفات عبيطة وبيظهر قدام الناس كأنه مختل عقليا. وفي الآخر بيروح يلعب لعبة الحظ وبيبقى معاه طفل وأمه موجودين من أول اليوم، والمهم إنه بيكسب الجايزة الكبيرة بقوة الشبح اللي معاه. بس هو أصلا ما بيحبش الحلويات وبيعرض على الطفل الصغير ده انه ياخد هو الجايزة، بس الشبح مش بيسكت طبعا وبيشده من ودانه عشان يتخانق معاه لان هو اللي فاز بالجايزة ومش عايزه يديها لحد. ولما الطفل بتلاحظ ان صوته عالي وعمال يتخانق مع نفسه كده بتروح تقول له خلاص احنا مش عايزينها وبتاخد ابنها وبتمشي. فبيتضايق جون جدا وبيفضل طول الطريق زعلان وبيقول له على فكرة انت عيل اناني لانك معاك لعبة وكان ممكن تديهم دي عادي، وعلى فكرة بقى انا مش هاكلها لاني اصلا ما بحبش السكر. وعلى ذكر الطفل وامه، فام الولد الصغير ده تبقى الممرضة اللي جون عاكسها في المستشفى قبل كده. ولما بيمشوا من المكان ابنها بيسألها هو احنا هنشوف الراجل اللطيف ده تاني ولا لا؟ فبتنبهر ان ابنها بيقول عليه لطيف لانها اصلا شايفاه اهطل، بس هم اطفال زي بعض بقى. ولما بتروح على الشغل بتلاقي الحاجيان داخل في تشنجات وحالته خطر وبتجري تطلب المساعدة من باقي الفريق الطبي. وفي الوقت ده بيبقى جون هجام قد الدنيا وبيروح يطفش قفل معرض عربيات بتوجيه من ابو بدله طبعا، وبيفضل يدور على عربيه معينه لحد ما بيلاقيها. بس المفاجاه ان في واحد قاعد مستنيه جوه وبيقول له انت بتعمل ايه هنا يا حرامي؟ عايز تسرق العربيه عشان تخرج بيها مع مراتي مش كده؟ انا لازم اعملك ستيكر النهارده. وبيطلع يجري وراه بالعربيه وهو حالف لا يدوس عليه، وبيفضل يعيط ويقول له اقف مره واحده ارجوك خليني ادوس عليك بقى. فبتيجي فكره لجون في التوقيت ده وفعلا بيقف مكانه لانه عايز يموت من بدري، وهي الفرصة جت لحد عنده. بس في الآخر الراجل بيفرمل وما بيقدرش يدوس عليه. فبيروح جون يقول له على فكرة أنا خطر جدا وبشوف أشباح، يعني عندي قوة خارقة عقبال عندك. وبيفضل يعمل حركات متخلفة والشبح بينفخ تلج على العربيات على أساس إنه كده هيرعبه يعني. وفي الآخر جون بيروح يتحايل عليه عشان يديله العربية وهو هيعمله اللي هو عايزه ويرجع له مراته. وتاني يوم الصبح بيروح يمشي وراها عشان يشوف الشخص اللي هي بتخرج معاه ده لحد ما بيلاقيها داخلة المستشفى لأنها مريضة أصلا ونسبة شفائها بتكون قليلة وإن مفيش شخص في حياتها ولا حاجة وإن جوزها هو اللي مجنون. ولما الممرضة بتشوف جون واقف يراقبهم من بعيد بتروح تقوله إن الست دي عندها سرطان في الرئة بسبب السجاير اللي جوزها بيشربها ليل ونهار، وإنها مش راضية تاخد أي علاج لأنها حامل وخايفة على طفلها. فبيروح جون على طول يقوله كل المعلومات اللي عرفها دي وبيسيبه وبيمشي. وبيفضل الراجل يعيط وبيستنى زوجته عشان يقول لها إنه عرف كل حاجة وما كانش لازم تخبي عليه. وفي الوقت ده بيكون الشبح خد العربية ومبسوط بيها جدا ولا كأنه يعني سايق لامبورجيني، وبيفضل يلف ويتفسح لحد ما بيوصل للبحر وبيقعدوا هناك. فبيسأله جون إذا كان متجوز ولا لأ، فبيقول له أيوة أنا متجوز وعندي طفل كمان. عقبالك يا معنس كده لما ترجع من الشغل تلاقي عيلتك مستنياك. وبيجبره إنه يقوم ياخد غطس في البحر دلوقتي حالا، وهو أصلا ما بيعرفش يعوم وأول مرة يشوف البحر في حياته، بس لما بيجرب بيلاقي الموضوع ممتع وكويس مش زي ما كان متخيل يعني. ولما بيرجع البيت آخر اليوم بيبدأ يشوف الموضوع من منظور مختلف وبيفرح إن في حد عايش معاه وعامل له حس في البيت، وبيتمنى من كل قلبه ان الاربعه دول يبقوا بشر. وتاني يوم الصبح بيروح يشتري شويه افلام فيديو عشان يروق على نفسه، وبيسال الشبح ابو بدله عن سبب موته اللي بيبقى شاكك انها سرطان في الرئه لانه بيشرب سجاير كتير جدا. فبيقوله لا والله يا ابني انا مت في حادثه عربيه زي اللي احنا راكبينها دلوقتي بالظبط.
وبعد شوية بتيجي الشرطة توقفه لأنه رمى السيجارة من الشباك، وبيطلبوا منه الرخص، وطبعا بيتشد على الاسم لأنه معهوش رخصة. وهناك بيفضل يحاول إنه يولع سيجارة، والشبح بيخطفها منه لأنه عايزه يبطل تدخين. وطبعا الموضوع ما بيبقاش باين كده قدام الضابط، وبيفتكره مجنون. فبيسأله الضابط انت ما معكش رخصة ليه وانت في السن ده؟ فبيرد عليه الشبح وبيقول له انا معايا رخصة عربية أجرة لأني سواق تاكسي. فبيقطع جون وبيقول له السؤال موجه ليا أنا مش ليك. وبيرد على الضابط وبيقول له اصل انا بخاف من السواقه من وانا صغير. وبيفضل يتخانق مع الشبح اللي ما بيبقاش ظاهر لحد، والضباط بيشوفوه مجنون وعمال يتخانق مع نفسه، فبيطلبوا منه يتصل بالوصي عليه عشان يجي يستلمه. فبيقول لهم ولو ما اتصلتش على حد هتسجنوني يعني؟ اصل انا ما عنديش عيله وما عنديش حد يجي يخرجني. وبيفضل طول الليل قاعد يكلم في نفسه ويقول انه كان نفسه ينجح في شغله ويتجوز ويخلف زي كل البشر، بس طبعا واحد يتيم زيه ما عندوش الفرصه في اي حاجه ولازم يموت. وبعد شوية بيفتكر إن الممرضة جيونج ادته الكارت بتاعها، فبيقوم يتصل بيها عشان تيجي تخرجه من هنا. ولما بيطلعوا بره بتقوله أنا سمعتك وأنت بتتمنى إن يكون عندك عيلة من أب وأم وأخوات زي كل الناس، وأنا بقى جايلك من هناك وبقولك إني تمنيت كتير أبعد عن عيلتي وبالذات أبويا لأنه كان مكرهني في حياتي. وأما بيوصلوا عند البيت بتديله شوية حلويات من بتوع ابنها وبتقوله خلي بالك من نفسك بقى وما تتورطش في المشاكل تاني. فبيقف متنح كده ومش عارف ينطق ولا كلمة لحد ما الشبح بيفكره بأفلام الفيديو، فبيجري يجيب الكرتونة من العربية بسرعة وبيديها لها وبيقول لها أنا لاحظت إنك بتحبي أفلام الكرتون فقلت أجيب لك دول. فبتاخدهم منه وبتشكره وهي مذهولة ومخضوضة ومش فاهمة حاجة خالص وما بتبقاش قادرة أصلا إنها تشيل كل ده. فبيقوله الشبح ما تخليه في جنتلمان كده وروح شيل عنها بكرتونة ووصلها لحد البيت، بس هو بيتكسف يعمل كده وبيكتفي انه يوصلها لحد الاتوبيس وخلاص. وبعد ما بيبدأ الاتوبيس يتحرك بيرجع في كلامه تاني وبيفضل يجري وراه لحد ما بيقف عشان يركب معاها، وبيفضل طول الطريق يرغي في اي كلام ملوش لازمه، بس المهم انه بيكون اتبسط وخلاص. وبالنسبه بقى للشبحيه النكديه دي فحلمها بسيط جدا ونفسها تعمل وجبه عشاء لكل الناس اللي بتحبهم. فبيقول لها جون بسيطه دي اكتبي لي بس قايمه باسمائهم وانا هروح اعزمهم بالنيابه عنك. فبتقعد تعيط وبتقوله لا خلينا نتعشى احنا مع بعض كده وخلاص. بس طبعا من اعتاد القلق ظن ان الطمأنينة كمين، فبيأكد عليها مرة تانية وبيقول لها انت متأكدة انك مش هتطلبي مني ادورلك على حد بعد كده؟ فبتقوله لا طبعا عيب عليك، هو احنا صغيرين ولا ايه؟ مفيش غير شخص واحد كده بس هنعزمه معانا وانت بتحبه يعني ما تقلقش خالص. وبتاخده وبتروح على المستشفى عشان تخليه يقابل جيونج ويفتح معاه كلام بدل ما هو لخمة كده. وفجأة بيلاقي عيان جاي يقول لها هو ده بقى صديقك اللي كنت متشيكة عشانه؟ هتتجوزها امتى يا دنتا؟ فبيتخض جون جدا وما بيبقاش عارف يرد عليه لحد ما بيقوله ان ابوها وانه عايز يحضر فرحها يعني قبل ما يفيص. فبيرد عليه وبيقوله والله يا عمي الجواز ده حلمي من زمان وربنا يكرمنا ان شاء الله. بس جيونج بتتعصب جدا وبتفضل تزعقله وتقوله ارجع على اوضتك. ولما بيحاول جون يهديها وبيقول لها انه ابوها مهما حصل بتزعله هو كمان وبتقوله ما تتدخلش بيني وبين ابويا، وبعدين انت عمرك ما كان عندك عيله ومش هتفهم شعوري ابدا. فبيرجع جون البيت وهو حزين جدا وحاسس بالاهانه وبيفضل يلم في حاجته المهمه كلها وبينزل يرميها. وبعد شويه كده بيلاقي ابو جيونج جايله على البيت وبيقوله على رسالة يبلغها لبنته، فبيعرف انه مات وده الشبح بتاعه. وبيقوم على طول يلبس لبس الجنازة وبيروح يقول لها انا عارف انك مش هتصدقيني بس انا بقدر اشوف الاشباح وابوكي بيقولك انا اسف. فبتقوله ما كانش اسف ليه لما سابني انا وامي لوحدنا لحد ما ماتت وما كنتش عارفة اعمل ايه ساعتها لوحدي، سيبك انت بس من الموضوع ده خالص. وبتسيبه وبتروح تقعد لوحدها وهي حزينة. فبيجي صاحب ابوها وزميله في المستشفى يقعد معاها شوية وبيقول لها سيبك من اللي فات وحاولي تعملي ذكريات مع الموجودين دلوقتي. وبالنسبة للكاميرا دي فانا عايزك ترجعيها لصاحبها بالنيابة عني لاني مش قادر. وفي البيت بتروح الشبحية الحزينة تعيط في الدولاب كالعادة، فبيروح جون يقول لها انت مش بتبطلي عياط ليه؟ عينيكي مش بتوجعك؟ قومي خلينا نروح السوق عشان نعمل وجبة العشاء اللي نفسك فيها يمكن تبطلي عياط. وبيروحوا يشتروا كل الحاجات اللي بتختارها وبترجع عشان تطبخ بقى وتروق عليهم. وبعد شوية كده بتيجي جيونج بالكاميرا وبتقول لجون انا جاية ارجع دي. ولما بتلاحظ انه عامل مائدة رحمال في الصالة كده بتسأله انت عندك ضيوف ولا ايه؟ فبيقول لها اه. فبيقول لها بصي هو مش بالظبط كده بس ايه رأيك تدخلي تتعشي معايا؟ فبتدخل تقعد قدامه على الترابيزة وبتقول له هو انت متعود تطبخ كده كل يوم؟ بس هو بيبقى قاعد متنح كده ومش عارف ينطق ولا كلمة. فبيتعاون الاشباح في انهم يردوا بالنيابة عنه وبيقولوا لها كلام حلو
حاله بدل ما هو قاعد زي القلقاسة كده. وبعد شوية بيفتح معاها موضوع أبوها مرة تانية وبيقول لها أبوكي بيحبك جدا وحكالي إنك كنتي قريبة منه وانت صغيرة، وهو مبسوط جدا إنه قضى معاكي آخر أيامه، وكمان سايب لك هدية في المكان اللي كنتوا بتلعبوا فيه زمان. فبتقول له بص هو شكرا وكل حاجة، بس فكرة إنك بتشوف الأشباح دي وبتتكلم معاهم مش مريحة بالنسبة لي، خصوصا إني شغالة في مكان يعني مليان وفيات كل يوم. بس على العموم شكرا على الأكل الجميل ده وأنا مضطرة أمشي دلوقتي. فبيتضايق جدا من نفسه لأنه قال لها سر زي ده وإن طبيعي تقول عليه مجنون. فبيقوم يدخل على أوضته وبيقول للأشباح امشوا من بيتي بقى، كل واحد فيكم حقق أمنياته وخد اللي هو عايزه. الطفل اشترى الألعاب، والمدخن ساق العربية، والمنحرف رجع الكاميرا، وانت بقى يا بكاية حزينة شكرا على العشاء وهبقى أنا أغسل الأطباق بعدين، يلا مع السلامة بقى. وبيصحى تاني يوم وبينزل يشتري حاجته من المتجر اللي تحت البيت، وبيطلع تاني وهو حاسس بفراغ رهيب وما بيكونش فيه حاجة تصبره غير الذكريات اللي عاشها في الكام يوم اللي فاتوا. وعلى الناحية التانية بتقعد جيونج تفكر في موضوع أبوها ده لحد ما بتقرر تروح مكانهم القديم وتشوفه جايب لها حاجة فعلا ولا لا. وأول ما بتشوف الجزمة دي بتنهار من العياط وبتفضل مساهمة طول اليوم لحد ما بيجي جون ويقول لها أنا معايا صندوق غدا لو لسه ما كلتيش يعني ممكن نتغدى مع بعض. فبتروح تقعد معاه في الجنينة وبتعتذر له على اللي حصل امبارح. فبيقول لها لا خلاص حصل خير والأشباح مشي أصلا خلاص ورجعت لوحدي تاني. فبتقول له خسارة والله دول كانوا بيعملوا شوية أكل تحفة، خصوصا البقدونس اللي في السوشي مع إن في ناس كتير ما بتحبوش يعني. فبيقول لها أيوة عندك حق، بس زمان أمي كان بتحبه في الأكل على طول وبتقولي إنه مفيد للعظم. وفجأة بيرجع فلاش باك أيام ما كان طفل وأمه لسه عايشة وبتعمل له الأكل، وبيكتشف إن شبح الست اللي بتعيط على طول دي تبقى هي نفسها أمه، وإن السواق المدخن ده يبقى أبوه، والراجل أبو قميص أحمر ده يبقى جده. وفي اليوم اللي أبوه اشترى فيه التاكسي بيروح جده ياخد الكاميرا من صاحبه بالعافية عشان يصور حفيده العزيز في الرحلة اللي هم طالعينها بالعربية الجديدة. بس فجأة بتيجي عربية نقل تخبطهم وبيعملوا حادثة كبيرة وبتموت فيها العيلة كلها ما عدا جون طبعا اللي بيفضل عايش. فبيقوم يرجع جري على البيت وبيفضل يدور عليهم في كل مكان وهو عمال يعيط وبيترجاهم يرجعوا هيعمل لهم كل اللي هم عايزينه. وفجأة بيلاقي جده رجع وبيقول له عيب عليك تعيط وانت كبير كده. وابوه بيجي وبيقول له انت كبرت خلاص ولازم تتعلم السواقة بقى وما تقلقش انا هبقى جنبك على طول عشان تتجنب الحوادث. وبتيجي امه وبتقول له احنا دايما جنبك وحواليك في كل مكان وعشان كده لازم تتمسك بالحياة وما تحاولش تجيلنا ابدا. وبتشكره انه قدر يفتكرها في النهاية لان دي كانت اكبر مخاوفها. وبتشكر له في جيونج جدا وبتقول له انها بنت ممتازة وانه لازم ياخد خطوة رسمية تجاهها. ولما بنشوف الصور بتاعته بنعرف انه خطبها واتجوزها وخلفه كمان، وعيلته مش بتسيبه ابدا وبيبقوا حاضرين معاه في كل المناسبات السعيدة وطالعين في كل الصور، وان هم اللي كانوا بيبوظوا عمليات الانتحار بتاعته من زمان من قبل حتى ما يظهروا له. وبيخلص فيلمنا على كده. ويا رب يكون الملخص عجبكم وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفونا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.